بيع أروخو مقابل 100 مليون كفيل بإصلاح سقف رواتب برشلونة ودخول السوق الشتوي من دون أي مشاكل. تقريبا نفس السيناريو اللي شفناه مع ديونج بالسوق الماضي، بس بعد ما الإدارة شافت إنه ديونج صعب يطلع، وإذا طلع صعب أو مستحيل أساسا إنه يتعوض، فالإدارة اتجهت لأروخو ليكون هو كبش الفيلم. طبعا المشكلة مو خروج أروخو أو خسارة هيك لاعب، أنا أساسا مع خروج اللاعب لو الأزمة المالية تبع سقف الرواتب رح تنحل. المشكلة نفس الكلام عم نسمعه من لما طلع الأسطورة ليونيل ميسي، المفروض سلم الرواتب تبع برشلونة يرجع لمكانه الطبيعي وتنحل هاي المشكلة، بس طبعا ما انحلت. وبعدها برشلونة باع غريزمان وباع كوتينيو وأومتيتي وديباي وكتير لاعبين، آخرهم ألابا وبيكي وبوسكيتس. خروجهم المفروض تنحل كل أزمة برشلونة المالية، بس طبعا ما تغير شيء وما شفنا شيء تحسن أو تطور. يعني بالمختصر مفيد بيع أروخو ما راح يحل شيء من مشاكل برشلونة المالية، والأفضل للإدارة أن تستثمر مدرب ناجح أفضل من كل هذا الشيء.